بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، وتكريما وتعظيما للقلم وللكتابة قال الله تعالى: نون والقلم وما يسطرون. يمكن في الحلقتين السابقتين احنا كنا اشتغلنا في حرف الميم في الكوفي الفاطمي، ده كان بناء على طلب بعض حضراتكم. هنستكمل النهارده برضه حرف كمان في الكوفي الفاطمي عشان نقدر برضه خدنا الى حد ما عده حروف في الكوفي الفاطمي. النهارده هنشتغل في حرف الميم وهو من الحروف ان شاء الله اللي تكون سهله باذن الله. وعشان نشتغل في حرف النون هو بيبقى ليه عده اشكال، واحنا هنقدر نقول يعني ايه الاشكال بتاعته او الحالات. الاشكال اللي شكله مختلف، اما الحاله يا اما مفرد يا اما مبتدئ متصل يا اما وسطي يا اما متصل منتهى. اذا فلنبدا مباشره في حرف العمل، احد اشكال حرف النون في الكوفي الفاطمي. فلنبدا. بسم الله الرحمن الرحيم. يبقى احنا عشان نبدا برضه بناخد خط كده للبدايه اهو. من الخط ده بناخد منه اولا فوق صلب السطر نطلع 12 اي 8 اهي، وده 4 يبقى 12 ناخدهم في مكان ثاني علشان تبقى الامور منضبطه. يبقى الشويه دول اهم، حتى تعالى نعمله المجاز نعمله دول ثاني علشان برضه ما تتدخلش الخطوط مع بعض. يبقى من هنا لغايه طلعنا فوق صلب السطر او اعلى صلب السطر طلعنا 12 مللي. هنخش كده هنخش 8 و2 ادي ال 8 اهي و2 كمان اللي نص ال 4 ناخدها في مكان ثاني. يبقى ادي 8 وادي 2 نحطهم برضه بلون ثاني اهو. يبقى الشويه دول كده 8. خلي حتى الاثنين التانيين بلون ثاني كده حتى تكون الامور اكثر وضوحا. ده خط البدايه. خط البدايه ده هناخد منه مجاز 24 مللي اهو. انا كاتب 24 وادي السهم ده بيدل على البدايه. يبقى من هنا لغايه هنا 20، من هنا لغايه هنا 4. يعني خدنا المجاز المهم اللي هو 24 اهو بهذا الشكل. ف يبقى نحط بس المجاز بتاعي هنا اهو الشويه دول كده من خط البدايه لغايه هنا دول 24 ملي متر. بنيجي هنا اهو نخش 4 عشان بس نعمل القاعده بتاعتي. يبقى انا دخلت كده 4 ملي فقط اهو. يبقى الشويه اللي دخلتهم دول خلي بالك 4 ملي، وهنا عندي 4. فانا بنيجي نعمل ترويسه كده اللي هي يعني الترويسه بتاعت القاعده بتاعت حرف نون عشان ايه؟ بس نخلصها بهذا الشكل كده اهو. نبين الحته دي كده. يبقى انا عملت القاعده وبينتها اهو بهذا الشكل. انا هنيجي ننزل بالجزء ده كده. هنيجي من هنا اهو. خلي بالك انا كده مشينا 8 اهي 8 مللي، وبعدين مشينا بعديهم الحته الصغيره دي 2 مللي. انا هنيجي من هنا اهو من عند الحته دي على بالك اللي بقت 10. المهم هنيجي من هنا عشان نعمل قوس بهذا الشكل اهو لغايه الحته دي 2 مللي. وبعدين هنيجي من هنا اهو. انا هنيجي ننزل بالحته دي كده اهو من عند هنطلع هنا بعد ال 2 مللي. نخلي بالي بقى هنطلع 4 مللي كمان. معلش هو الكوفي الفاطمي بيعتمد دايما على الخطوط المساعده كده. يبقى كنا مشينا 8 و2 او على بعضهم من هنا 10 ثم طلعنا 4 تانيين. هنيجي من عند هذا الجزء هناخد هذا الجزء بهذا الشكل اهو. وبعدين هننزل بالجزء ده اهو كده اهو. نيجي بقى عند ايه؟ عند ال8. انتبه، بنيجي عند ال8 كده وننزل بهذا الشكل. ننزل كده
نبين الشكل بقى كده شويه. القاعده بتاعتنا تاني ندوس عليها كده اهو. احنا يعني هنعيد الكلام اللي احنا قلناه بس بعد الحرف ما يكون اكثر وضوحا كده قدامنا بعد تظليله بهذا الشكل. يبقى في عجاله عشان نقول حرف النون. هو ده حرف النون بس هو علشان يعني يكتمل ويكون حرف النون. انا بنعمل النقطه بتاعتي عباره عن دايره بدايره. انا طبعا بنحاول نتكلم بس فيها كده دايره 6 دايره 7 بمسطره الدوائر اهي عشان نحط بس ايه النون نقطه النون كده زي لو هو مفرد زي ما احنا عاملينه كده اهو. طيب يبقى اذا هذا الشكل كده هو حرف النون. عايزين بس احنا نتكلم عليه تاني. يبقى عشان نعمل خط بدايه مشينا حته على بعضها مقدارها 10 قسمناها لجزئين 8 وبعدين 2. ال8 اللي من عند ال10 انا اهو بناخد هذا المنحنى كده عشان يوصل معايا مع خط البدايه كده وبعدين بنمشي كده 4 نوصل الجزء ده بالجزء ده كده ثم بنعمل قوس صغير يجي بقى نخلي بالنا وننتبه بيجي معايا عند خط الثمانية كده. الخط ده اهو هو خط الثمانية فاذا الجزء ده بيجي عند خط الثمانية كده. القاعده بتاعتي 24 دخلنا كده 4 علشان نعمل التدويسه دي وبنحط النقطه. طيب حرف النون بهذا الشكل هو مفرد مثاله ايه؟ زي حرف النون نفسها نون اهي نحط اهي والمقصود فيها هي النون دي وهنا مفرد هي بتاعت الكلمه وفاخرها بس هي مفرده يبقى نحطه كما هو كده نحطه بالظبط كده زي ما احنا عملناه كده. طيب مبتدئ متصل خلي بالك مبتدئ متصل هيبدا هو بدايه حرف الباء بدايه بس ده ما هنخلي النقطه تحت الباء ده هنخليها فوق عشان يكون حرف النون نقطه واحده فوق. وسط دي نفس الكلام هو برضه زي حرف الباء بس لما يكون في الوسط زي كلمه مثلا بنت يبقى هنا مبتدا متصل نفترض يعني مبتدا متصل هيبقى زي كلمه نون برضه اهي نون بس في الحاله ديت هيكون هنا وهو في الحاله ديت هيكون هو بدايه حرف الباء. وسطي زي بنت اهي كلمه بنت اهي والمقصود في هذه الحاله هيكون الوسط يعني هنا. طيب بس عشان برضه الامر ما ياخدناش ده مفرد كما هو مبتدا متصل قلنا هيبقى حرف الباء وسطي هو برضه حرف الباء. اما متصل منتهى هيتصل من عند صلب السطر هيتصل من هذا الجزء من هذا المكان الاتصال بتاعه هيبقى من هنا كده. يبقى دي منطقه الاتصال بتاعه زي ايه؟ مثلا يعني حاجه بسيطه خالص زي كلمه لبن مثلا يعني اهو. وفي الحاله ديت هيكون هو المقصود هو متصل متصل بحرف جنبيه متصل منتهي. يبقى نقدر نقول ان ده كان احد اشكال حرف النون. ان شاء الله يبقى في حرف شكل هما في الحقيقه يبقى هم 4 اشكال لكن يمكن في الحلقه القادمه ناخد حرف كمان علشان برضه يبقى احنا عندنا حصيله من اشكال متعدده للحرف الواحد. اذا الى حلقه قادمه ان شاء الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.